عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. صراحه دخلت لكم هذا الفيديو مع ربط لكم كل شيء الاجواء ديال العيد الكبير. اليوم غادي ندير معكم الكتف، طبعا بلا ضلوع، محمر في الفران. المهم غادي نبداو بالطريقه ان شاء الله. هنا غادي نحتاج 3 ديال البصلات، طبعا غادي تقطعوا هكا البنات على جوج، لانه ملي غنجي ندخلها في الفران غادي نحط هاد البصله هكا بشكل عشوائي، قطع كبار باش تعطيني غير داك اللوغو ديالها. هنا غنحتاج 4 كاس ديال الزيت، غير عادي البنات، هذا راه الزيت حيت انا كنجيب 5 يطرو هكا كيكون اللي في البرامل. هنا البنات 6 ديال الريوز ديال الثومه، هنا 2 معالق كبار ديال الكيتشوب. هنا غادي نحتاج البنات بابريكا اللي هي التحميره، غنحتاج بودره البصل، غنحتاج الزعتر والاوريغانو، غنحتاج هنايا البنات الكركم، الكمون، سكينجبير، وغنحتاج معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، لانه هنا غادي نحطو ثاني حبوب. وغنحتاج هنا القرفه وورق الغار او ورق سيدنا موسى وشويه ديال الملح. غادي نبدا على بركه الله. هنا البنات غادي عندي الكتف، طبعا انا غادي نحاول انني ندير ليه هكا باش تدخلوا ديك الاقامه من كله البنات. طبعا هنايا الموزات راه هادو تيقولوا لهم، هنايا الموزات اللي كنقولوا لهم حنا الصيغان، وكل شيء كيحمق عليهم. هاد الطريقه البنات تقدري ديريها مع الرز، تقدري ديريها مع الخضره. طبعا انا غادي نديرو مع الخضره مشرمله. انا هنايا حيت ما درتش لكم الخضره مشرمله، درت لكم غير الكتف. حنا دابا يا شقيناه باش ندخلو فيه الاقامه ان شاء الله. كنتمنى هاد الوصفه اليوم تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. هنا البنات غادي نبدا بالاقامه كما قلت. هنايا الزيت، وكاين الناس اللي غدير ليها الماء، هذا كيبقى اختياري. غادي نحط الثومه، كاين الناس الثاني اللي كتحطها صحيحه. غادي نحط السوائل، طبعا الكيتشوب هذا كيعطي غير واحد اللون زوين البنات مع التحميره، كيبقى حتى هو اختياري، اللي ما بغاش يضيفو ما يضيفوش. انا بعض المرات كندير فيها حتى اليازير، لكن حاليا اليازير ما متوفرش عندي. هادو البنات طبعا ملي غادي نبغي ندخلها للفران بعد ما غادي نلفها بالالومنيوم، وهادو من بعد ما غتشوفوا الطريقه، هادو غادي نفرشهم البنات تحت الضلع. هنا البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما درنا الزيت غادي ندير شويه ديال الماء، وغادي ندير هنايا الملح، معلقه كبيره البنات ديال الملح طبعا. هنا البنات بالنسبه غنعطيكم واحد السر من الاسرار. كانت عطاتو ليا واحد السيده سعوديه، والصراحه ملي دقنا عندها اللحم كانت دايره بوفي ديال المشاوي، وكانوا فاتحين مطعم ما شاء الله في جده. هنايا البنات اللي ما كيطيبش ليها اللحم كيف ما قلت لكم، غتعصر على كل كيلو ديال اللحم سواء مشوي او ضلعه او اي حاجه، على كل كيوي غادي تعصر كيويه، وغادي تصفيها مزيان، وغتاخذ الماء ديالها وغادي ديرها. انا تبارك الله الخروف ديالي صغير زوين، وجربت الحيمات ديالو قبل لا في الشوا ولا في هذا. طبعا انا هاد الضلعه غادي نبيتها، وكاين الناس قبل من التقديم ديالها ب4 سوايع. انا هذه غادي نبيتها باش غادي يكون حتى اللحم ديالها فتي مزيان. عصروا البنات على كل كيوي، كيف ما قلت لكم عصروا كيويه على كل كيلو عفوا هادشي كيوقع في الفيديوهات. على كل كيوي كتعصري كيويه وكتصفيها، كتاخذوا غير الماء ديالها وكتخلطوها مع التوابل ديالكم.
المهم دابا ما نطولش عليكم البنات، غادي نحاول انني غادي نفرش واحد البابي سيكوريزي باش غادي نخدم به. كيف ما كتشوفوا البنات انا غنجيب هنايا الطاوه ديالي اللي غادي ندخلها للفران، هي وغادي نبدا على بركه الله. اول حاجه البنات كديروا البابي سيكوريزي، غادي ندير عاوتاني بالوسط، هكذا غادي نحطوها هكا البنات. نحاول انني نحلها باش نخدم بها. هنا البنات كيف ما قلت لكم البصله غادي نحطها، هذه كتبقى البنات كمنسمات. هنايا البنات الفلفل الاسود والقرفه وورق الغار او ورق سيدنا موسى. انا كنبغي نوضح للجميع. هنا غادي ناخذ الكتف ديالي كيف ما كتشوفوا البنات، صافي. وغادي نبدا على بركه الله، غادي نديرو من الفوق كامل البنات. كيجي غزال. جربوا البنات هاد الطريقه غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف. انا راش تقبت هاد البنات. شوفوا كيفاش هنايا نحاولوا ندخلوا الضلوعه ديالنا من الداخل باش تجينا فتيه وزوينه. نحاولوا نوصلوا لها هذه القامه كامله باش تجي زوينه. حاولوا البنات انكم تفكوها. بالنسبه للفرانه البنات غتحاولوا تدخلوا الضلعه على الجهه اللي فيها اللحم. صافي. انا تقريبا البنات انا حطيتها كامله. هنا البنات غادي نحيد هاد الكلافص باش غادي ندير كلافز اخر باش نخدم بيدي. هنا صافي. من بعد البنات ما درت ليها الاقامه غادي نطويها مزيان، غادي نجمعها مزيان كيف ما كتشوفوا. هاهي الضلعه البنات من بعد ما غطيتها بابي سلفوريزي ورق زبده. هنايا فرشت البنات جوج بالطول وجوج بالعرض، لانه كيف ما كتشوفوا البابي الومنيوم ما عنديش عريض، واخده المقاس الصغير. هنا غادي نحط الكتف ديالي كيف ما كتشوفوا بالطريقه هذه. غادي نبداو من هنا. بسم الله. خاصو يتغلف البنات مزيان مزيان. بحال
حاجه كتحنطي فيها هكذا. شوف هكذا البنات. وغادي نحطو هنايا. طبعا بالنسبه للطياب ديالو البنات كياخذ جوج ساعتين، ساعتين وربع في الطياب ديالو. ودرجه الحراره في الاول كيكون ب 200 وشويه، شي نص ساعه كديروها البنات على 180 باش كيطيب على راحته وكيولي لكم زبده. بالنسبه الساعه الاولى البنات كتكون على 200 درجه، كتحلوه وكتعاودوا تحطوا فيه شويه ديال الزبده او صال. انا غنمشي معكم في الفيديو دقه بدقه. وكتعاودوا تسدوه وكطيبوه الساعه وربع الثانيه. علاش؟ الزبده كتخلي اللحم فتي وزوين وكتعطيه واحد القرمشه زوينه. المهم البنات انا غادي نخليها دابا كيف ما قلت لكم ليله كامله، وعاد غادي نبدا نوجد معكم الخضره. هنا البنات ها هي الكتف ديالي كيفاش وجدته. زينته البنات بورق الذهب. هنايا درت البروكولي البنات مصوطي بزيت العود والزعتر والملح والبزار. هنا البنات درت خيزو كذلك صوطي حتى هي بزيت العود والملح والبزار. هنا البنات اللوبيا الخضراء راه كلشي كيعرفها، كنبخرها وعاد كندير فيها شويه ديال الزبده وقزبر ومعدنوس وكندير فيها مليحه وبزيره. وهنايا البنات القرعه خضراء حتى هي صوطيتها. هذه البنات بطاطا مسلوقه، لانه الصراحه راه مشى ليا لا فيديو اللي كنت كنوجد به الخضره، لكنني راه دايره انا واحد الفيديو في القناه اللي بغات دير هذيك الخضره اللي دايرها راه احسن من هذه طبعا راه كتكون معروفه وغنيه عن التعريف. هنا البنات البطاطا سلقتها وقطعت عليها بصيله رقيقه وقزبر ومعدنوس حتى هي والملح والبزار. ايوا شكلتهم. هذا الطبق ديالي كيفاش جا غزال غزال البنات. ها هو الحيمات مبخرين ومفتيين وما نقولش لكم كيفاش جاي لا الديكور ولا كل شيء.